السلام عليكم. حلقة جديدة من حلقات الكلبجية، والحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن موضوع الكلاب اللي ابتدت الدولة أو الحكومة تلمها من الشوارع بعد طبعا حالات العض الكتير، ولو إن هم لقوا إن مفيش جدوى من موضوع لا التطعيم ولا التعقيم. ببساطة إن الكلب عمره بيقعد من 13 ل 17 سنة، فأنت حتى لو اتطعم أو تعقم مع الأعداد الكبيرة دي، حالات العقر وحالات العض والناس كمان اللي بسبب العض والعقر والبهدلة بتموت أو بتتشوه مش هيقل، بالعكس ده ممكن يزيد، لأن الكلاب عملت مستوطنات خاصة بيها بسبب أعدادها الكبيرة، وابتدت تهاجم كمان البني آدمين وغير البني آدمين. ابتدت إن هي تاكل القطط وتعمل مستوطنات ليها وتعض أي حد يعدي، سواء كلب سواء قطة سواء بقى بني آدم. المهم إن هم ابتدوا يعملوا مستوطنات، وكمان اتعودوا على النطاعة، فما بقوش بيدوروا على اكلهم. ماشي ليه؟ الكلب اتعود على النطاعة والاكل بيجيله على الجاهز، فالبيه مريح وعمال ياكل ويتكاثر. ماشي. وينادينا 100 مليون مرة يا جماعة ابعدوا الكلاب عن التجمعات السكنية، يا جماعة حطوا الكلاب في شلاتر خاصة بيهم، يا جماعة اللي بيحب الكلاب ياخدهم بيته أو يرعاهم في أماكن معينة بعيدة عن التجمعات السكانية. كل ده طبعا الكلبجية رفضوه وقالوا ان احنا ما عندناش ولا قلب ولا عندنا رحمة، وان الشوارع مش لينا، ونسيوا لا ان الشوارع فعلا لينا، وان الشوارع للبشر، وان اي حيوان ايا كان هو حتى لو كان حمام زي في السعودية كده، ما ينفعش ان انت تأكله عشان ما تغيرش سلوكه وعلشان كمان ما تضرش البيئة. فنسيوا الكلام ده كله وقال لك لا يا جماعة الكلاب هي مكانها الشارع. والأول أو في البداية قالوا لنا الشارع مش بتاعك، الشارع ملك الجميع. تمام. ابتدت الكلاب تخش مداخل العمارات، قال لك ده بيهربوا من الشمس اصل الجو حر. في شوية وهنلاقيهم هيحطوا الكلاب في بيوتنا ويقولوا لنا اصل انتوا اللي دخلتوا طبيعتهم ودي البيئة بتاعتهم وانتوا اللي دخلاء عليهم، وكأن الانسان ده ربنا خلقه عشان يعيش في مكان تاني غير الارض. المهم عشان ما اطولش عليكم، حاليا بيتم جمع الكلاب. فالكلبجية كانوا بيقولوا حجة ان الكلاب بتاكل التعابين. طبعا الكلاب ما بتاكلش التعابين، واللي بتاكل التعابين او اللي هي دورها اصلا تاكل التعابين والقوارض هي القطط، اللي حاليا الكلاب ابتدت تهاجمها وعددها قل جدا بسبب الاطعام العشوائي اللي حول الكلاب لكائنات مفترسة بتاكل القطط بشكل كبير، فقللوا اعدادها. فحاليا دلوقتي لما لقوا بقى الكلاب بدأت تتشال والسبوبة بتاعتهم هتروح، ابتدوا او ان هم نسيوا ان في النهارده اختراع اسمه سوشيال ميديا، وفي اختراع اسمه سكرين شوت بيلقط موضوع التعابين، لان هم هيجين دلوقتي ويقول لك تعبان في التجمع، تعبان في حلوان، تعبان في مش عارفه فين، وكلها ما شاء الله تعابين كبرى. سبحان الله كلهم كبرات بيطلعوا، مش حتى تعابين حيات صغيره، لا كلها تعابين كبرى وتعابين باحجام غريبه. نسيوا ان الكداب نساي، ونسيوا السكرينه اللي قدامكم دي اللي فيها البهوات بيغنوا ويردوا على بعض. واحد فيهم او واحده فيهم اسمها همسة عتاب بتقول لك احنا نجيب شوال نحط فيه فران ونحط فيه تعابين ونبدره في اي مكان هم بيشيلوا منه الكلاب. تقوم ترد عليها الهانم التانية تقول لها احنا نبدر بيض الكلاب او بيض التعابين والحيات في المناطق كلها، ويفقسوا ويعملوا حالة ان في تعابين. ماشي، عشان يهاجموا الناس، عشان لما نيجي نتكلم نبقى احنا بنربيهم ازاي هيضيعوا مننا السبوبة. ماشي. فانا بطالب الدولة ان هي تتدخل وتعرف مين البهوات دول اللي بيهاجموا الناس دول واللي بيعملوا المواضيع دي. ماشي. وبينشروا الذعر وسط الناس بالتعابين والحيات، وكمان بيتفقوا علنا وكأن الناس دي محدش بيقدر يقف قدامهم او ان هم مش هاممهم الدولة. انا عايز اعرف مين اللي في ظهر الناس دي مخليهم مقوي قلبهم بالمنظر ده، عشان في الاول يطلعوا يشتمونا وبعد كده يطلعوا يقول لك احنا بنكره البشر ويولعوا البشر، ولما اولادنا يموتوا زي الطفل اللي مات ده بسبب الكلب بسبب اهمال اهله تلاقي عليه 107 رياكت اضحكني، 107 بني ادم بيضحك على واحد طفل ميت. ماشي.
في حين ان لو كلب مات بيعملوا عليه صوان وبينصبوا عليه عزا. فانا عايز اعرف مين اللي في ظهر الناس دي، واخرهم الهانم اللي طلعت امبارح تشتم الناس وتغلط في اعراضهم، بل ان هي قالت يعني على واحده ان هي ماشيه مع واحد في الحرام، وابتدت تشتم الناس كلها، وابتدت كمان تسب الناس كلها بأبشع الألفاظ. أنا بطلب من الدولة إن هي تتدخل وتجيب الناس دي وتعرف مين اللي بيمولها وتعرف مين اللي في ظهرها، علشان ما يرضيش ربنا إن شعب مصر أو البني آدمين أو الناس الغلابة يكونوا ضحية سبوبة وناس مش هاممها غير الدولارات والفلوس. تمام؟